بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طلب مني هذه الكلمات والقصة. كنت معزوم في حفلة كبيرة عند أحدى تجار منطقة عسير في خميس مشيط، وكان حاضر الحفلة من جميع كبار العرب اللي في هذيك المنطقة وجميع العقلاء والشعراء، وأنا محظظ بالسؤال في بعض من الحفلات. يسألني بعض من المسؤولين، قد يجوز حظ ولا غيره ما أدري، فسألني بعض من المسؤولين حامل رتبة لواء متقاعد، وكان الرجال رفيق يقول لي، وكنت أراجعه في أحدى السنوات وأحدى المناسبات، فقال: يا شناني أنا أقدرك لكن إني شرهت عليك. قلت: ليه؟ قال: يقولون إنك جورت قبيلة من قبائل يام جيرة. قلت: هذه سلوم العرب ولا قطعت بين القبائل، وما زال إنك ما نقدتني إلا في هذا الموضوع، فهذا موضوع يشرفني إني أسير فيه، وأنا من قبيلة لا ترضى إن تترك سلم يمر علىها إلا وتكمله بالكامل. فقال لي الرجال: أنا ما ودي إنك جورتهم. قلت: الأسباب؟ قال: فيهم كذا وكذا، يعد خصلات ما أقدر أنطقها. فقلت له: أنا تعرفهم؟ قال لي: نعم أعرفهم، إنه فيهم وفيهم. قلت: يا طويل العمر، أنت جاورتهم؟ قال: لا. ناسبتهم؟ قال: لا. قلت: خاويتهم في الطرقة؟ قال: لا. جرى بينك وبينهم قضية تشوف دخولهم وخروجهم؟ قال: لا. قلت: ما تعرفهم، هذولا عرب وأشرف عرب عرفتهم في سلومهم وعلومهم على وجه الأرض، وهذولا إحدادانا وأصدقانا وخصمانا وانسبانا، وندخل حن وياهم في القدر وهو يغلي، ونخرج ونعرف كيف مخارجنا حن وياهم. وهذولا القبيلة اللي لما قابلناها خرجت معنا وخرجنا معها وسلمنا حن وياهم واحد، وكإحدى منطقة بين منطقة عسير ومنطقة نجران، حنا محادينهم ونعرف زعماهم وشيوخهم وقبيلتهم وعلومهم. الحقيقة عرب ما يستهان فيهم. فقلت أنا هاضت القريحة بهذا الكلام وحميت، وأنا عندي غيرة إني لسمعت في قبيلة محلف، لأن حن وياهم حلف، فنرتبط بسلم وعلم وسيرة وجيرة وديرة، فما أرضى عليهم من قبيلة خارجة من قحطان أي كلمة إلا أرضاها على ربعي الخاصين. عندي غيرة، ويمكن أن الغيرة هذه ما هي في صالحي، لكن تهورني في بعض المرات، تنشبني مع الناس، لكن اغترت أنا على الموضوع هذا فعديت هذه الأبيات، ويعلم الله أني عديت هذاك الوقت من غيرة قبيلية لا أقصد بها شيء يحليني عندهم ولا يهبني في مكان ثاني، لا والله، إلا من محبتي للرجال الغالية ما يلحقها لوم في بعض من المحافل وبعض من الحفلات والمناسبات. فقلت الكلمة ورديت على الرجال في الحفلة حتى سكت، وحنا في عدة قنوات، وحرصت أن يطلع هذا الكلام اللي قال في قبائل يام في القناة حتى مسحته بطريقة دبلوماسية مع الكتاب والمتولين الوضع. قلت القصيدة هذه البيتين ما هي بقصيدة، لكن بيتين من قلب. سلامي على كل البشر من لبس الإحرام، سلام يخلي صاحي الفكر يعتدى، سلام على من حج بيت الحرام وصام، على المسلمين عموم يثنى ويمتد. تكلم زعيم الرتب اللي عليه وسام، تكلم وانا حماي واقدر على الرد، تكلم وحن في مجلس وكاميرات اعلام، ونطحته مدفع هاون يكسر المده. من اول كلامي قلت: ذا اخوك في الاسلام، ترى مجلس الغيبة لها جدر ينهدى، يا وجه العرب لكون تعرف قبائل يام مثل ما عرف قدرتهم كلهم جدة. هذولا فطحلت العرب متعبة الأخصام، مع قربهم تلقى الكرامة وتلقى لما خطيت تلقى مع مقبلة الأيام، ولما قديت
تلقى كرم تمالها حدا أقوله، وانا قحطاني وقحطاني وسام، سلالة نبي تاريخنا صعب ينعدى، احنا أصل العرب واحنا العرب، والسلام ختام، وولدنا لما جلهوش ما هو بيردى. والسلام عليكم برحمة الله تعالى وبركاته. الشاعر محمد مسفر الشناني الحبابي القحطاني.